السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. بصوا يا جماعة، احنا مرضناش نطلع امبارح بعد الماتش لان كنا مخنوقين خنقة ما يعلم بها الا ربنا، فكنا هنقول كلام مش هيعجب الناس يعني. ايه رأيكم يا جماعة في المنتخب؟ بص، امبارح كنت في الراديو الصبح، سمعت لك ماركو مراد. والله ما عارف ماركو مراد ولا حمودي. قبل الماتش كانوا جايبين التحليل قبل الماتش، فبياخدوا رأي بعض، بيقول له طب لو المنتخب تعثر في الماتش دوت او عمل نتيجة وحشة ولا بتاع. قال له احنا مش عايزين نبقى متربصين للمنتخب، مش عايزين نبقى متربصين للراجل فيتوريا يعني. طب احنا مش متربصين، احنا اللي احنا شايفينه هو اللي مخلي الناس تتكلم. اللي احنا شايفينه ماتش باهت، ماتش يعني لو بتلعب فرقة كويسة واتهزمت منها وقدمت مستوى افضل من كده. انت مقدم مستوى باهت مع فرقة في الترتيب الثالث. يعني انت في المجموعة ترتيب اول، دي ترتيب ثالث يعني. فاهم يا كابتن حازم يا امام؟ انت ما كنتش عارف دي ترتيب ثالث ولا ترتيب تاني اصلا، لان انت مش مهتم بالمنتخب. انتوا مش مهتمين بالمنتخب، انتوا مهتمين بالسبوبة، مهتمين طول ما الاتحاد ده قاعد، حازم امام والعطار والبقال والسوبر ماركت اللي هم فاتحينه ده، المنتخب مش هيجي يوم لقدام. والجماعة الاعلاميين يقول لك ايه، مش عايزين نبقى متربصين للراجل، مش عايزين نبقى متربصين للمنتخب. تطلع ناس تانية تقول لك ايه، يا عم ده ماتش ودي. يا باشا ماتش ودي ايه؟ ما انت بتعلن عن نفسك في الماتش الودي. احنا لعبنا 5-6 مطوشة مع فرق ما نسمعش عنها حاجة، قعدتوا تغنوا بفيتوريا ده، تغنوا. اول ما اصطدم بفريق من اللي هو الترتيب الاول اللي هي تونس، اتكشف. تعالى الفريق بتاع امبارح ده، فريق يعني يلعب مع بني عبيد وغزل المحلة، ومع احترامنا لكل الفرق دي يعني، وتغلبه. فيوتشر ياخد الفريق ده 5. اللي احنا بنلعب فيتوريا بمحمد صلاح بتريزيجيه ايه اللي انت نازل تلعب بيه ده؟ انت من الشوط الاولاني لقيت محمد صلاح مش مأدي، يا باشا طلعه. هو محمد صلاح مش قرآن في الملعب، طلعه ونزل زيزو. تريزيجيه تعب، طلعه ونزل الشحات. انت عندك ناس تاكل النجيله وتجيب اجوان وتعمل ماتش عالمي. لكن طول ما هي الموضوع ماشي محسوبيات كده، عمر المنتخب ده ما يجي يوم لقدام. ده بصوا الجماهير كانت قاعده عامله ازاي. هتعملوا ايه مع الجزائر؟ هتعمل ايه يا عم حازم امام مع الجزائر؟ في ماتش تونس علقتوا شماعتكم على الاهلي، والراجل اللي طالع اللي بيطلع بس يتكلم اكتر ما بيشتغل ده، انا مش مستريح في المعسكرات، انا مش عارف ايه، انا من 2000 وكم مش عارف اعمل معسكر. هترتاح في المعسكرات؟ نعمل لك ايه يعني؟ نعمل لك معسكر في الجونة مخصوص كده يعني؟ معسكر اللي انت مش مرتاح فيه، اديك محدش معاك كل لاعيبه مصر. وبعدين ده مدرب المنتخب ده ملوش اي حجة. انت عندك 18 فريق بتنقي منهم النجوم، كل لعيب انت واخده نجم. واخد 7 من الاهلي نجوم، واخد فتوح وزيزو نجوم. اللي يثبت ان انت ما بتفهمش حاجة ان انت بتلاعب لي واحد زي علي جبر ده. خلاص علي جبر كتر خيره، هو الراجل عمل اللي عليه، بس خلاص خلص، ما ينفعش يلعب في المنتخب. ما لعب لي علي جبر ليه جنب عبد المنعم؟ ما تحط جنبيه ياسر ابراهيم. ما ياسر وعبد المنعم بيلعبوا في الاهلي على الاقل وفاهمين بعض. ما لعب لي جبر، كان ناقص بس توقف امبارح صبح خرم
عشان تبقى فضيحه بقى ونشيل 3. يعني رجل المباراه امبارح مع الفريق ده الشناوي. يا ليله سودا، ايه ده؟ يعني انت لو ابو جبل ولا صبحي ده واقف امبارح كنا شلنا 3، كانت بقت فضيحتكم بجلاجل. ادي يا عم حازم امام المنتخب اللي انت مشرف عليه ولا بتديره ولا مش عارف بتعمل فيه ايه. ادي المنتخب، فريق بنلعبه انت مش عارفه اصلا، فريق ترتيب اول ولا ترتيب تاني ولا ترتيب تالت، مش عارفين حاجه، قاعدين بس بتدوروا على السبوبه وبتشوفوا هتعملوا ايه وتكسبوا ايه. هيعمل ايه في بطوله افريقيا الراجل ده لو لعب بنفس المستوى ده؟ يا باشا انت لو مدرب عندك شخصيه في الملعب، ها، الماتش الجاي ما تبداش بصلاح يقعد على الدكه، يقعد. نزل يا باشا زيزو، نزل مصطفى فتحي، الناس اللي بتلعب كوره. نزل الناحيه التانيه حسين الشحات لو تريزيجيه تعب. مرموش مين اللي انت منزلهولي ده؟ احنا مش عارفين بيعمل ايه ولا بيلعب معانا ولا معاهم. علي جبر ماشي مش قادر يزق الكوره اصلا، مش قادر يجري فاضي. ده منتخب هيروح يلعب بطوله افريقيا؟ ربنا يسهل. ده كمان ايه يعني، ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا مجموعه بيقول لنا يا جماعه انتوا باي فريق تطلعوا اول تصعدوا. ربنا بعتك عن الغيلان بتاعت افريقيا. بعد اذنكم يا جماعه لايك لو سمحتوا. بصوا يا جماعه مجموعه افريقيا عشان تعرفوا بس ايه، ان الراجل ده لازم تشوفه، لو مش هيقدر يمشي وشوفوا حد تاني. يا باشا مصر مليانه مدربين. خلي بالكوا اي مدرب مصري بيخش يفشل في المنتخب ده بسبب الاتحاد. الاتحاد ليه لقمة عيش في الاجنبي، اما في المصري لا. ما الكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه، ها، وما كانش معاه نجوم عالم، ما كانش معاه 15 واحد محترفين بره ونجوم في فرقهم، ها. مصطفى محمد احسن واحد في الدوري ما كانش امبارح اكنه مش موجود. ما بتعرفوش تأدوا في المنتخب، وسعوا لغيركم الناس تأدي. في ناس تاكل النجيله وعايزه تلعب في المنتخب، لكن ده من اولها كده مش هينفع، يمشي وهاتوا واحد. عشان انت مطالب تاخد بطوله افريقيا. ما تسمعوش بقى الكلام اللي يقول لك ايه احنا جايبينه عشان يوصلنا كاس عالم. ما احنا قلنا كده في 2018. رحت كاس عالم عملت ايه؟ كوبر وصلنا كاس عالم. يعني كوبر بخطته الدفاعيه المنيله بنيله اللي كنا بنقعد نتريق عليه وصلنا كاس عالم. اتغلبت من كل الفرق حتى السعوديه. فانتوا يا جماعه شايفين نفسكم فين؟ شايفين المنتخب فين؟ المنتخب بتاعنا بالارقام زعيم افريقيا. يا جماعه احنا المنتخب بتاعنا، ها، 35 على العالم والخامس افريقيا بعد ما كان الاول. الخامس افريقيا. المنتخب اللي كنا بنلعبه ده انا اشك انه ليه ترتيب اصلا، انه ليه رقم يقف عنده، اللي هو كان هيهدف في الشناوي ويجيب فينا جوان ده. بصوا يا جماعه المجموعه الاولى كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه بقى اللي فيها مصر وغانا وكوب فيردي. انا اول مره اسمع الفرقه دي. كوب فيردي وموزمبيق. يعني ما شاء الله ربنا حطك في مجموعه لو انت عايز تفصلها مش هتعرف تفصلها التفصيله دي. غانا هنقول يا باشا انت تطلع اول وتصعد انت وغانا مستريح وانت حاطط رجل على رجل. انت ممكن ما تجيبش المنتخب وتجيب اي فرقه من الدوري المصري، ها، البنك الاهلي اللي ما غلبش ولا ماتش ده يروح يصعد مكان المنتخب ده في المجموعه دي.
اللي هو طالع يقول لك ايه، احنا وقعنا في مجموعه صعبه جدا. مجموعه صعبه ايه يا راجل؟ اتوكس. انا مش عارف مين اللي جابك اصلا مصر تدرب في مصر، ويقول لك يا جماعه ما تتحملوش على الراجل، ما تبقوش متتربصين ليه. مش عارف. طلعت بقى علقت شماعتك على مين؟ المره اللي فاتت علقت شماعتك على لعيبه الاهلي وعلى الاهلي والاتحاد ضغطوا عليا، والتاني يطلع يقول لك انا بعد كده مش هسيب لعيبه. ها كابتن حازم، اديك ما سبتش لعيبه وكل اللعيبه في المنتخب. ايه النتيجه؟ عملت ايه؟ المجموعه الثالثه السنغال والكاميرون وغينيا وزامبيا. هما بتبقى كاتبينها زامبيا ماشي. المجموعه الرابعه الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، انجولا. المجموعه الخامسه يا جماعه تونس ومالي، جنوب افريقيا، ناميبيا. المجموعه السادسه المغرب، الكونغو، الديمقراطيه، زامبيا، تنزانيا. مجموعة المغرب برضو عاملة زي مجموعتنا، كويسة يعني، مجموعة برضو مش تقيلة، لكن بعد كده المجموعات متوازنة. فربنا حط مصر في مجموعة خفيفة جدا. فانت يا عم ريا فيتوريا انت ولا اسمك ايه؟ الناس اللي قايمة على الكرة المصرية اصلا فين؟ فين اتحاد الكرة؟ اتحاد الكرة ده لازم يمشي اصلا. ففيتوريا ده ان شاء الله هياخد اتحاد الكوره في ايده ويمشي، لان انا متاكد انه مش هيوصل بيهم حاجه. وانتظروا فضيحه يوم الاثنين على النظام ده وعلى طريقه اللعب دي. يوم الاثنين مش هنكسب الجزائر. فمن بدري كده الراجل ده مش هيقدر يكمل، يمشي وتجيبوا مدرب محترم يمسك الفريق. عندنا احسن لعيبه في مصر. كابتن حازم امام والجماعه اللي معاه يا ريت برضو يحطوا ايدهم في ايد فيتوريا ويتكلوا على الله، ونجيب اتحاد كوره كده وطني. اتحاد كوره قاعد لصالح منتخب مصر والكره المصريه. اتحاد ما عندوش سبوبه. ماشي. شكرا يا جماعه، وفضلا وليس امرا تدعمونا بلايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.